من القاهرة الفاطمية وبالتحديد من الأزهر. أنا في مكان تاريخي ولسه محتفظ بعبقه التاريخي في كل حتة من الحتت اللي حواليا دي، بيت العود، بيت الشعر، وبيت زينب خاتون. أنا عند تكية خان خاتون. النهاردة هنفطر ونجرب مود الفطار في الجو التاريخي الحلو ده. المكان ده واخد كده طراز الحرملك والسلاملك، فيلا نشوف الناس دي لسه يعني محتفظين ومتمشين والجودة عندهم حلوة زي بره، ولا هم قدام قوي وبعاد عننا. يلا بينا. احنا كده طالعين اول دور. تكية خان خاتون عبارة عن 3 ادوار، زي ما قلت لكم هي واخدة طابع الحرملك، تحسوا كده انكم في مسلسل حريم السلطان. الديكورات هنا حلوة قوي. ده بقى الدور الثالث اللي انا طالعاه وهقعد فيها استقر وهاخد فيه وجبة الفطار. الديكورات في الدور الثاني تحس انك ايه جوه مسلسل حريم السلطان، زي الحرملك والسلاملك بتاع زمان في العصر العثماني. هنفطر بقى. احنا قعدنا اخترت سبوت الدور الثالث، الهواء والشمس داخل فيه من كل حته، تحت مقفل شويه عشان يعيشك في المود اكتر، فده الصبح في الفطار يبقى احلى. صبينا الشاي بقى، وهنا من اساسيات براد الشاي عندهم المراميه والقرنفل وكمان النعناع. الحاجات دي بتخلي الشاي كده مود جامد، كله عبق التاريخ. وقدامي انا قاعده بالظبط قدام بيت زينب خاتون، بس هو للاسف في ترميم. طيب انا بصراحه ما قدرتش، الشاي بالمراميه والقرنفل مع بعض مود تاني كده، مزاج. عايزه اقول لكم ان قبل ما ابدا، انا مش يعني مكان اثري وكل حاجه، فاللي واخدينه عن الاماكن القديمه ان كواليتي الاكل فيها او جوده الاكل فيها ما بتبقاش زي بقى الاماكن اللي اوريدي بتقدم اكل وبره ولسه حديثه. فمامتي هنا بتقول لي ايه، لا انا ما توقعتش القهوه دي، شربت قهوه قبل ما نبدا نفطر هتطلع حلوه كده، ظابطينها بالظبط. شكل الاكل بالنسبه لي مبشر جدا. ابدا بايه؟ هبدا بالطعميه. طعمها حلوه جدا، هي بردت معايا من الهوا شويه بس ما جلدتش، مش شاربه زيت، مظبوطه جدا. طلبت 3 انواع فول اسكندراني، وفول بالسمنه البلدي، وفول زيت حار. هدوق الاسكندراني كده معاكم. بسم الله. انا ما توقعتش كده بصراحه، مسدسات قوي يعني، هو بس الاسكندراني بيتعمل كده. فول بالسمنه البلدي، معلش بقى عشان فيه هوا انا سبته يبرد عقبال التصوير. ندوق. لا ممكن تدوقيه، انا مش عارفه، في حاجه انا مش عارفه اعملها، بس في حاجه زي ما تكون مسكره شويه. دوقي لي بالزيت الحار الاول كده وشوفي. الفول اللي انت دوقتيه ده بالزبده. ده بقى مش بالسمنه، ده بالزبده، عشان كده في التسكيره اللي انت بتقولي عليها دي طعمه حلو. اللي بالزيت الحار بجد فتقيل قوي عليا، انا مش قادره استحمله بصراحه. بعد مباحثات طويله كلنا فضل يقول ايه ده، بس دي مش زبده بلدي ابدا، ولا سمنه فلاحي برضو، ولا بلدي، ولا اي حاجه، هي حاجه يعني معلبه، عشان كده طعمها مش احلى حاجه. الزيت الحار لا وحش قوي قوي قوي، ما تجيبوهوش يعني، الزيت تقيل قوي، فمش عارفه غريب، وريحته كمان مش حلوه. احلى حاجه واسلم حاجه هنا هاتوها الفول الاسكندراني، زي الفل، طعمه جميل جدا بس مش اكتر. طلبت بيض بالبسطرمه، بس انا ليا قواعد في عمل سندوتش البيض كده. بحط البيض، فطار مصري اصيل، ونحط ايه معاه بطاطس. ده شكل الساندوتش من جوه. كلوا وادعوا لي بقى، الميكس ده جامد جدا يا جماعه. العيش كمان صابح، جايبينهولي صابح، بصوا زي الفل. القعده بقى والمود الحلو ده والفطار مع الشاي تعزلك عن العالم الخارجي اللي بره، اللي مليان صراعات وحروب نفسيات. انا حبيت انزل تحت اوريكم المود من تحت عامل ازاي. المود من تحت كمان حلو قوي، يعني انتوا كده عندكم 3 مودز مختلفه تقدروا تقعدوا في اي مكان فيهم. دي تكية خان خاتون، جنبي بيت زينب خاتون، جنبي بيت الشعر، وكمان بيت العود. يوميا هنا فقره تنوره بتبتدي من بعد صلاه العشاء لحد السهره بقى تقريبا الساعه 2 كده، وكمان كل خميس وجمعه في حفله. عايزه اقول لكم ان لو عايزين تقضوا مود في عبق تاريخي ومكان تاريخي جميل جدا، وبالتحديد من حي الدرب الاحمر البطنيه سابقا، تعالوا المكان ده. احنا في الازهر صح؟ احنا في الازهر برضه، يعني كل الاماكن الحلوه التاريخيه دي. بس كده.